السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة فطرنا بيتزا في رمضان. معانا باكو خميرة فورية علشان الجو ساقع شوية، هنفضيه كله، ومعلقة ونص سكر صغيرين، معلقة ونص صغيرين على حسب الكمية اللي عندك، وذرة ملح زي ما انتم شايفين كده، ومية دافية، مية دافية. وهنقلب الخميرة كويس. على فكرة الخميرة بتبان وانت بتعجنيها، وانت بتقلبيها بالمعلقة بتبان. شايفة عاملة فقاقيع ازاي؟ الفقاقيع دي تبع الخميرة. وهننزل بكيلو دقيق. اللي انت عايزة تعملي نص تعملي كيلو، اللي انت عايزة تعمليه اعملي على حسب اللي انت عايزاه. وهنعجن العجينة بالشكل ده كده، وهننزل بمعلقة زيت على العجينة وهنعجن بيها. بعد ما نخلص عجين هننزل بمعلقة زيت كده بالشكل ده، زيت نظيف يا بنات عشان ما تحطوش اي زيت في العجين. اهو بالشكل ده كده. وهنعجن العجينة، شايفينها طرية وجميلة ازاي كده، وملسة يعني وانت بتملكيها كده الملمس بتاعها ناعم وحلو. اهو بالشكل ده. بعد ما خلصنا العجينة سيبناها تخمر، خمرها. وهننزل ببصليتين صغيرين او بصلايه كبيره نقطعها مكعبات ونعصج معاكم مكعبات الفراخ. احنا هنعملها بالفراخ وباللانشون. اهو الفراخ هنقطعها مكعبات صغيره، وهعصج معاكم الفراخ زي ما حضراتكم. دبلة البصله معانا نزلنا بالفراخ، تدبل البصله دبلين، تنزلي بالفراخ وتنزلي بالتوابل اللي هو كمون وفلفل اسمر. اهو بالشكل، ياريت تجربوها. وبهارات الفراخ وملح اهو بالشكل ده. والفلفل تنزلي بيه بعد الفراخ والبصل علشان الفلفل مش تسويه، لا يدنه اخضر وجميل كده في شايفين العجينه خمرت ازاي، ملت الطبق ازاي بالشكل ده كده. وهنقطع البيتزا على حسب الصينية اللي انت بتشتغلي فيها. لو الصينية بتاعتك كبيرة كبري القطعية، لو صغيرة اعملي على قد الصينية بالظبط عشان متبقاش عالية منك او هايشة، مش هتشيل منك اي حشو ولا حاجة بالشكل ده كده. وهنفرد زي ما حضراتكم شايفين كده في الصينية نفسها، هندهنها مادة دهنية زيت او سمنة، وهنفرد زي ما حضراتكم شايفين كده. لا هتعمليها رقيقة قوي ولا تقيلة قوي، بتبص تلاقيها هايشة كانت هشة وجميلة. وهننزل بمعلقتين صلصة من اللي انا عاملاها معاكم قبل كده. هندهن الصينية بالشكل الحلو ده كده. العجينة بتاعتنا ندهنها كويس بالشكل ده كده. يا ريت تجربوا طريقتي، كانت سهلة ومش مكلفة خالص وبسيطة، وفطرنا وكانت الأكلة جميلة جميلة يعني. ربنا يا رب تتعاد علينا وعليكم الأيام بخير. صلوا على النبي. وننزل واذكروا الله كده. وهننزل بالفراخ بالشكل ده. شايفين الفلفل قاعد اخضر وجميل ازاي مع الحشوة يعني، وانت تبقى شكلها حلو الصينية ان شاء الله. اهو بالشكل ده هنفرد كده كل الفراخ الكمية بتاعتنا بالشكل الحلو ده كده اهو. وهننزل بمكعبات طماطم. انا ما بحبش طماطم كتير في البيتزا، بس عشان بتخلي لها شكل حلو يعني مع الفلفل والزيتون والحاجات بيبقى شكلها جميل. وهننزل بمكعبات الزيتون زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. شايفين الصينية شكلها جميل ازاي اهو. وهننزل بالجبنة دي ميكس، فيها جبنة شيدر، جبنة رومي اللي هي المنزوريلا، وجبنة منزوريلا اهو. شايفين بالشكل الحلو ده كده. احلى بيتزا كانت معاكم هشة وطرية وجميلة، وفطرنا كانت مفيش احلى من كده الصراحة اهو بالشكل ده كده. ده باللانشون ودي بالفراخ اهو بالشكل الحلو ده اهو. وادي فطرنا. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير، ودمتم في رعاية الله.